ايوه. اهلا حلمي، شغلتني عليك يا حلمي. ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ اوامر الرئيس الجديده يا ستي ان مفيش حاجه تستنى لتاني يوم. انتهت ايام زمان اللي كانت الاوراق بتقعد بالشهور في المكاتب ومصالح الناس متعطله. دلوقتي غير زمان يا حلمي، وهي دي الطريقه اللي تخلي العمل مظبوط. المهم الحمد لله اللي جيت بالسلام. ايوه. مالك يا حلمي؟ في حاجه مزعلك؟ ابدا يا ناهد، بس الواحد بيدفع الثمن غالي. ليه بعد الشر؟ ما احنا كويسين قوي والحمد لله. لو كنت كملت تعليمي ما كناش بقينا بالشكل ده، انما الظروف كانت وحشه. احنا احسن من غيرنا كتير والحمد لله، اسمتنا كده وحاجه كويسه قوي. مصاريفنا كتير يا ناهد، والولاد طلباتهم كتير ما بتخلصش. وانت كمان يا ناهد انت بتتعبي طول النهار، عماله تشتغلي وقاعده على مكنه الخياطه. وايه لزوم الكلام ده دلوقتي؟ صعبان عليا نفسي قوي. 30 سنه في الخدمه ولسه في الدرجه السادسه. يوه، هو احنا ناقصنا حاجه؟ ما احنا عالة هو الحمد لله. وبكره وفاء تخلص الجامعه ونستريح من مصاريفها، واخواتها اللي قدرنا عليها يقدرنا على الباقي. روق. يلا بقى اقلع هدومك وانا احضر لك الاكل. اي والله فكرتيني بالاكل. تصوري انا لغايه دلوقتي ما فطرتش. ده انا عامله لك حته اكله انما تحبها موت. ربنا ما يحرمنيش منك يا نهوده. يا خبر، دي الساعه بقت 4. اوام يا ناهد قبل ما حد يجي من الزباين. حاضر. شوفي مين يا حليمه. حاضر يا أبلة ناهد. الست ناهد موجوده؟ أيوة يا فندم، اتفضلي. مين يا حليمه اللي جه؟ واحدة هانم، يظهر إنها زبونة جديدة. طيب عن اذنك يا حلمي دقيقه واحده اشوف الست دي عاوزه ايه. بس بسرعه احسن انا جعان قوي. حالا يا اخويا حالا. اهلا. اتفضلي يا فندم. اظن الهانم دي اول مره تشرفنا فيها. والله فستان عزة هو اللي جابني. عزه هانم؟ يا سلام، دي ست اميره قوي وزبونتي من زمان خالص. وهي كمان بتشكر فيكي، والحقيقة أنا شفتها بالفستان اللي انت مفصلاه كان جنان. ده بس من ظرف حضرتك، انا في خدمتك. أدي يا ستي حتة قماش عاوزاكي تفصليها لي. طيب يا ستي. الله، ايه الذوق الجميل ده؟ لا، ده انت ذوقك هايل جدا، انا ما اقدرش على كده. متشكرة. بس أنا عاوزة الفستان أجمل من فستان عزة. ان شاء الله، ده هيبقى على حضرتك جنان. وحضرتك بقى تحبي الديكولتيه واسع او مثلا موديل يكون ضيق، ولا تحبي افصله سبور؟ طيب فكرك يا ناهد، أيوة. القماش ده يليق واسع ولا ضيق؟ والله ده حسب رغبتك، ينفع كده وينفع كده. المهم أنا عاوزاه فستان كويس وخلاص. طيب زي ايه مثلا؟ شوفي بقى يا ستي، ايوه. عاوزاه ديكولتيه واسع بس يكون معقول شوية، أحسن الدكتور بتاعنا صعبة حبتين، وكمان الجونيلا ما تكونش ضيقة بس تكون مظبوطة. عينيا الاتنين. هو البي بتاع حضرتك دكتور؟ أيوة دكتور باطني. ليك حق، حاكم الدكاترة دول يحبوا تنفيذ الأوامر بمنتهى الدقة. مش كده ولا إيه؟ طيب في كتالوج يمكن يعجبك فيه حاجة. ثانية واحدة أجي. برضو أحسن. اتفضلي. إيه رأيك في الموديل ده؟ صدره واسع شوية. طيب إذا كان يعجبك الصدر يعني، طيب نضيق شوية. طيب والصدر ده أيوة. ينفع على الجونيلا دي؟ ممكن قوي، بس نعمل فيه شوية تعديلات. الله، على فكرة الهانم اسمها ايه؟ عليا. اهلا وسهلا، تشرفنا. اصل ذوقك جميل جدا، ذوقك جميل في القماش، ونساني الحكايه دي نسال على الاسم يعني. طب يا ستي بقى، وبتاخدي كام؟ يا اخي ما فيش فرق، المهم الفستان يعجب حضرتك. على فكرة انت عندك مانع ان الدكتور يحضر البروفا اذا كان فاضي؟ ابدا، يشرف في اي وقت. بس ده متعب. لا ما تخافيش، كل طلباته هعملها يا علي هاني. لا، ان كان عليه هو عاوزني اخرج بكم طويل وبفستان زي هدوم زمان. ما تخافيش، هريحه وانفذ لك طلباتك، ما يكونش عندك فكره. والبروفا امتى؟ البروفا امتى؟ انا عندي شغل. طيب بعد 3 ايام تتفضلي تعملي بروفا، وبعد 3 ايام تستلمي الفستان.
كويس. تسمحي اخد المقاس؟ اتفضلي. يا حليمة هاتي ورقة وقلم، تعالي. حاضر. يا سلام، جسمك جنان. 45. حاضر. 45. 36. 36. 75. 75. طيب دراعك يا فندم. طيب الفستان هيطلع هوسة وبكرة هفكرك. على الله. طيب استأذن انا بقى، ميعادنا بعد 3 ايام ان شاء الله. اوروفوار يا ناهد. رفاري عليا هاني، ألفت وشرفت. الله يأنسك يا حبيبتي. متأسفة يا حلمي، متأسفة اتأخرت عليك شوية، أصلها زبونة جديدة. لا قومي بقى حضري الاكل قبل ما حد يجي تاني. طب ما تيجي ناكل على الترابيزة اللي في المطبخ أحسن. مفيش مانع يا ستي. يلا يا سيدي. يا سلام عليك يا ناهد، اهي دي الاكله اللي انا بحبها قوي. مش قلت لك اوعى تكون زعلان مني اللي اتأخرت عليك، لكن انت السبب، اتأخرت لغاية ميعاد شغلي ما جه. معلش يا ستي، ادي احنا طول عمرنا كده. الله، امال فين وفاء؟ مش سامع لها صوت. وفاء النهارده عندها امتحان وخرجت من الساعة 3. البنت دي تعبت كتير السنه دي، اهي اخر سنه ليها وربنا ياخد بيدها. ولا اخواتها يا حبة عيني، تخلص مذاكرتها من هنا وتنتبه لاخواتها من هنا. هتعمل ايه يا ناهد؟ هتعمل ايه؟ ما هي عارفه البير وغطاه. الحقيقة يا حلمي البنت عاقلة قوي وفاهمة الحياة كويس قوي. كل طلبة كلية التجارة كده، حياتهم بحساب وخطواتهم بحساب. يا ترى هتعمل ايه لما تتجوز؟ ربنا ياخد بيدها ويجيب لها عدلها. يا رب يا رب اشوفك يا وفاء يا بنتي وانت كده في مركز عظيم. الحمد لله يا حلمي، احنا كنا فين؟ الحمد لله الحمد لله، انا شبعت. لما اقوم انا بقى انام لي شويه. طيب يا اخويا، وانا هقوم اشوف شغلي. وفاء اهلا مجدي. ايه انت اتاخرت في الامتحان ليه؟ اعمل ايه؟ ده حته امتحان. هو البكالوريوس لعب؟ دي السنه دي بالسنين كلها. ايوه فعلا. تصور يا مجدي، انا قعدت اذاكر من الفجر لغايه ما جيت اللجنه. يا وانت عملت ايه؟ لا ما تخافيش عليا، كله تمام. اهلا مجدي. اهلا أهلاً. فتحي، اهلا. ها عملت ايه يا مجدي؟ لا كويس قوي. وطلعت مجمل الربح كام يا ترى؟ 5800 جنيه. الله، والارباح والخسائر؟ الارباح والخسائر يا سيدي افتكرت. ها 2650 جنيه. ها ليه بقى؟ امال الاستهلاك يطلع كام على كده؟ 150 جنيه. طب والمصاريف الاداريه؟ 340 يا جنيه. سلام يا سلام، يبقى كله عندي صح. برافو يا مجدي، برافو. يا سلام. إيه، طمنيني، وانت عملت ايه؟ انا مطمئنه لكل اجاباتي. طيب عن اذنكم بقى يا جماعه. طيب اتفضل، مع السلامه. السلام عليكم. سلام. انما قولي لي، نعم. ايه الشياكه دي كلها؟ تعرفي فستانك النهارده جنان. فستان الامتحان. لا ده فستان البكالوريوس. ان شاء الله انا وانت يا مجدي. وان شاء الله كده لو ربنا خد بيدنا ونجحنا هيكون موقفنا ايه؟ من جهه ايه يعني؟ اقول لك، يعني كنا الاول بنشوف بعض كل يوم، ودلوقتي هتفرقنا الايام طبعا. ومين اللي قالك كده؟ الجامعه. بالعكس، مين عارف. يعني موافقه؟ على ايه؟ بعدين معاكي بقى يا وفاء. ما تسيب الحكايه دي يا مجدي دلوقتي لغايه ما تظهر النتيجه. تبقي موافقه؟ المهم موافقتك انت وعيلتك. وهم يلاقوا واحده اجمل ولا اكمل منك؟ مين عارف الظروف يا مجدي. انت خايفه من حاجه؟ من ناحيتي انا لا. وانا كمان من ناحيتي لا. نبقى نستنى شويه، ما نسبقش الحوادث. مش كفايه السنين دي كلها؟ انا من النهارده همهد للحكايه عند بابا وماما. طب افرض انهم رفضوا. لا مش ممكن، انا عارف بابا وماما.